يا مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا اسمي منى ودي قناتي. لو اول مره تشرفوني انزلوا تحت الفيديو فعلوا زر الجرس واشتركوا في القناه عشان يوصلوكوا اشعارات بوصفات الجديده. الفلافل اللي محدش بيختلف عليها، الوطن العربي كله ما بيختلفش على الفلافل سواء معموله بالفول او بالحمص. الفلافل المصري الجميله العظيمه بتاعتنا دي معموله بالفول المجروش او المدشوش. بس هي الفكرة ان هي فيها تكاية صغننة كده. كنت انا اكلت سندوتش فلافل في الدمام وكان محطوط فيه نعناع، كان رائع. نبتدي ونقول بسم الله. انا معايا هنا نص كيلو من الفول المدشوش، عليهم بصلاية وراس توم صغيرة، ويعني اقل من نص حزمة بقدونس. والاضافة اللي انا ضفتها اللي هي ايه، جزء كده من فلفل اخضر. وطبعا الاساس اللي معانا الكرات المصري. انا لما لقيته في السوق قلت لا ما بدهاش بقى، لازم نعمل ايه، طعمية في البيت. بتحط بقى، باخد الجزء اللي فوق ده من الكرات بقطعه تقطيع عشوائي عادي وبحطه في الايه، في الكبه. لو انت ما عندكيش كبه ممكن تشتغلي في الخلاط عادي، بس لازم تضيفي ميه وبعد ما تخلصي تبقي تصفي الايه، الخليط. تمام، لان ما ينفعش يبقى فيه ميه خالص عشان ما يفكش في الزيت. انا عملت اول جزء كده في الخلاط وبعدين بنزل بيه في وعاء. انا ما ضفتش لا كزبره ولا شبت، لان الكزبره والشبت بتدي غمقان مش خضار للفلافل. تمام، وانت براحتك لو حبيت تحبي طعمهم تمام. انما انا عشان هفرز منهم شويه فما حبيتش ان لونهم يسود. باقي الفول بقى نزلت فيه برضو بيه في الكبه، وهضيف عليه جزء كده من الكرات. يعني انا ما ضفتش الحزمه كلها. تمام. الكربوناتو يا بنات اساسي في الفلافل، بس انا مش بضيفه غير وانا رايحه اقلي الفلافل. يعني ما ينفعش تضيفي كربوناتو وتعينها في الفريزر. نزلت بقى بمعلقة صغيرة من الكزبرة، معلقة صغيرة من الكمون، ربع فلفل اسود، ربع شطة، ومعلقة وربع من الملح. الملح طبعا حسب الرغبة. لو انت عايزة الملح بتاعها يبقى عالي زودي بقى، دوقي انت عادي بتدوقي. تمام، وتشوفي رغبتك ايه، عايزة الملح شكله ايه فيها. طبعا الفلافل لما تيجي تقليها لازم الزيت يبقى غزير وسخن، بس لما بتنزلي بيها لازم تهدي النار عشان ما تاخدش لون من بره وتبقى من جوه ايه نية كده وما استوتش. طبعا انا شلت النص كيلو فول، عمل لي 4 اكياس ما شاء الله مليانين، يعني مش قليلين. تمام، وجزء برضو تاني كده انا شلته على جنب، قلت علشان ايه اقلي منه. إيه، وان شاء الله ايه لازم لحظة الافتراس دي نعيشها مع بعض في الفيديو. ازاي يعني كده، يعني ان احنا نقف نعمل الحاجة وما ناخدش حتة كده تطبطب على قلبنا؟ لا طبعا لازم ادوق معاكم ان شاء الله. انا بقى في اللحظة دي نزلت على الجزء اللي شلته في طبق اللي انا لسه هقليه حالا بالكربوناتو، لان احنا اتفقنا ان الكربوناتو ما ينفعش يتحط في الفريزر، يبقى ولا كأنك حطيتي حاجة. تمام، انا اديت رشه كده، ولا بحط بيكنج باودر بقى ولا كل الليله دي اللي انا سمعت حاجات غريبه، بيكنج باودر لا، كوبا صيني، ما فيش الكلام ده خالص. هو الحاجات اللي احنا كزبره وكمون ده اساسي، والفلفل الاسود والشطه حسب الرغبه. بجيب بقى معلقه اكل كده واخد عليها جزء من الفلافل واسويها بمعلقه صغيره، ومعايا شويه من السمسم في طبق، باخد منهم جزء بسيط كده وبحطه على الفلافل من فوق، واضغط بالراحه علشان ما يقومش ناطر في الزيت. وبنزل بقى بالراحه كده على ايه، على الزيت بتاعي. تمام، وبهدي بقى عليها النار كده تاخد لون براحتها وتستوي من جوه. بصوا الريحه بتاعتها كانت قلب الدنيا. طبعا الفلافل المصري الاساسي فيها الكرات، كرات مصري، مش الكرات العدب وراس ده، لا هو اسمه كرات مصري، اللي هو مبيبقاش له راس وبيبقى ايه عيدان زي ما انتوا شفتوا كده معايا في اول الفيديو. هو ده الاساسي في الفلافل المصري، ولا بصل اخضر ولا اي حاجه. البصل الاخضر بنحطه بديل لما ما يكونش فيه كرات. تمام. طبعا الفلافل طلعت من الزيت، والنعناع يا بنات، النعناع مخلي الفلافل بقى وانت بتاكلي كده تحفة. وطبعا طبق بتنجان مشوي وعليه برضو ورقة نعناع، لا غنى عنه. تقطعي بقى طماطمايه، شوفي انت بتحبي ايه جنب الطعمية اعمليه. بصوا انا قطعت طماطم وحطيت بقى حبة ورق النعناع ده، رهيب. انتوا لو جربتوه
الفلافل مع النعناع خطيرة. انا يومها اصلا احنا كنا في الدمام، وبعدين انا جبت سندوتش الفلافل باكل اقول يا ربي لا ده في طعم حاجه من الفلافل دي محطوط عليها اضافه معينه. ايه ده طعم نعناع، يا خبر ابيض. حاجه بقى يعني فوق الخيال، مخلي الفلافل انتوا لو اعتمدتوا ورقه النعناع دي مع الفلافل والله ما هتستغنوا عنها. تحفة تحفة تحفة. بصوا تنزل بقى كده في الحر اللي احنا فيه ده، ترطب وتطبطب على القلب بقى، وايه حاجة يعني ما اقولكوش. بس انا عمري ما هنسى بجد، لان كنت اول مرة في حياتي اكله بالطريقة دي، وكان روعة، كان خطير. يعني ما شاء الله، الله يبارك لأهلنا في السعودية يا رب. ويبارك برضو لأهلنا في مصر وكل الوطن العربي، وإن شاء الله نعمل فلافل بالحمص بإذن الله. اتمنى من كل قلبي ان تكون الوصفة عجبتكم، واتمنى تجربوا فلافل الدمام بالنعناع. ان شاء الله انا متأكدة ان هي هتعجبكم. وقولوا رأيكم في الكومنتات. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بقدمه. كنت معاكم انا منى غيث. باي باي.